بسم الله. ببالغ الحزن والأسى يعني بننعي عريس الجنة كابتن هاني شهيد الغدر. ربنا يرحمه وربنا يصبر أطفاله اللي كانوا قلبين عليه الدنيا يوم الوقفة. وحسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي عمل فيه كده. يعني كابتن هاني شخص من ذوي الهمم، راجل نازل بيجري على أكل عيشه عشان يأكل ولاده لقمة بالحلال. اتغدر بيه يوم الوقفة، اتحرم من عياله وعياله اتحرموا منه بسبب إنسان ما عندوش قلب ولا عنده نخوة ولا عنده دين ولا عنده ذرة أي حاجة. انت ملة أهلك ايه يا جدع؟ ملة أهلك ايه عشان تعمل في واحد؟ يعني تعمل فيه كده ليه؟ ربنا يرحمك يا كابتن هاني طبعا. يعني ما تتعزش على اللي خلقك، ما تتعزش على اللي خلقك. ربنا مقدر لك كده وربنا يعني كاتب لك كده. وان شاء الله ان شاء الله في الجنه، ان شاء الله في الجنه مع الشهداء والصديقين ان شاء الله. اللي ما يعرفش القصه بتاعت كابتن هاني، كابتن هاني اختفى من يوم الوقفه، طلع مشوار اسكندريه. ايه حوار مشوار اسكندريه ده؟ واحد ممكن يتصل بيك، بتحصل مع ناس كتير قوي. انا ركبت معاك قبل كده، انا استريحت لك، ومن فضلك عايزك تيجي تسفرني، انا مسافر مثلا كذا، انا رايح كذا. فانت تقول له طب انا هاخد كذا، يقول لك موافق. هو ولا بيفاصل معاك ولا بيعمل اي حاجه. ليه؟ لان هو مبيت لك نيه الغدر. فمن فضلك يا كابتن بعد اذنك ما تسافرش ولا عن طريق البرنامج ولا بره البرنامج. من فضلك يا كابتن ما تاخدش مشاوير بره البرنامج في حتت مقطوعه. يا جماعه احنا نبهنا كتير، انا نبهت كتير وزمايلي هنا على اليوتيوب نبهوا كتير قوي قوي قوي، لسانهم متدلدل. يا جماعه محدش ياخد مشاوير بره البرنامج، ما تسافرش في حتت بعيده بره البرنامج. ما تروحش داخل القاهره والجيزه، اماكن بالليل، اماكن مقطوعه. ما تروحش. حافظ على نفسك، حافظ على اولادك، حافظ على اهل بيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. وان شاء الله كابتن هاني في الجنه.